السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اخواتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. رجعت لكم بوصفة جديدة. اليوم راح نديرو رفيس المسمن، طلبتوه لي بزاف ومن مدة، واخيرا اليوم راح نديره لكم. كما راكم تشوفون بديت بالمسمن تاعي. طبعا هنايا عجنته بالسميد رقيق جدا، قرصه ملح ولميته بالماء، عجنته مليح وخليته يرتاح. من بعد درتو يعني قرصته قرص صغار، كريات صغار، ودهنتهم بالزيت وخليتهم تاني كيرتاحوا، غطيتهم خليتهم يرتاحوا. من بعد ناخذ بزوج كريات، تحبوا بثلاثه تحبوا باربعه عفوا كما حبيتوا، وحده فوق وحده، وتفتحوهم بهذه الطريقه وطيبوهم كما راكم تشوفوا من كلا الجهتين حتى يعني ياخذوا اللون الذهبي هكذايا بهذه الطريقه. من بعد انا طريقتي يعني لاستيوس تاعي اني خليته يبس، يعني فتحت كامل هذاك المسمن وخليته في الطبق وغطيته بطرشونه وخليته حتى كينشف. كي شفتو نشف من بعد يعني تخلوه يبات. من بعد طحنته في الروبو تاعي كما راكم تشوفوا، يجيكم اسهل بكثير جدا من انكم يعني ديروا تطحنوه وهو جديد، خاصه الاخوات اللي عندهم الروبو تاعهم ماهوش يعني حاجه كبيره وكامل. كما انا عندي روبو غير صغير برك، عنده شحال من سنه. دونك قلت لو كان زعما نديرو هكذاك طري ممكن انه يخسر لي الروبو تاعي. فواش درت، خليته حليته كامل وخليته نشف كما قلت لكم. من بعد طحنته جا اسهل بكثير وطحن لي يعني في رمشه العين بهذه الطريقه. تحبوا تخشنوا تحبوا ترقوا كما حبيتوا نتوما. كما شفتوني فورته خليته فارم مليح، مع شفتوني كان يابس. فخ عطوه الوقت تاعو يعني حتى كيرطب لكم، تشوفوه تذوقوه. ذوقوا شويه منه باش تشوفوا يعني باللي رطب. المهم حطيته هنايا في الجفنه تاعي، وانايا اخترت اني نسقيه بالزبده والعسل. كان يديروا له سكر غلاس مع شويه لافاني مباشره داخل الكسكاس ويفوروه هكذا باش يذوب هذاك السكر، سكر غلاس ولا سكر عادي ولا واش عندكم، مع شويه لافاني وتفوروه مع هدايا مع المسمن وتواسوه، تحطوه هكذا في القصعه تاعكم وتخلطوا. كاين يزيد له مكسرات الداخل، كاين اللي يزيد له التمر. يعني الجزائر ما شاء الله كبيره، وكل منطقه تتميز بالطريقه تاعها في عمل هذا الرفيس. انايا نخليه كيما راهو كيما راكم تشوفوا عادي، ما درت له حتى اضافات. راح نقدمه مباشره. من بعد راح نزينه بشويه مكسرات واش عندي يعني في البيت حطيته، وشويه من سكر غلاس كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه، يعني تري سامبل. وانتم طبعا يعني تزينوا على حسب واش عندكم بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا.